السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله فيديو النهاردة هنعمل لكم فيه الكبسة. هندخل بقى في المكونات على طول. احنا جايبين كمية الرز اللي انت عايزاها، يعني مثلا كوباية ونص بسمتي، او اي رز عادي على فكرة يعني. وطماطمية كبيرة كده مبشورة، وقرنين فلفل سبايسي لو بتحب السبايسي، او فلفل عادي. وبصلايه كبيره حلوه متقطعه قطع كبيره، وكام فص ثوم برضو متقطعين او مفرومين عادي يعني. وكميه الايه الفراخ او البانيه، احنا هنعمله النهارده بقطع البانيه، او ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها باللحمه زي ما انت عايزه. اما التوابل بقى يا حبايبي فهي ايه يعني، مجموعه توابل كتيره شويه. اول حاجه ورق لوري، برضو 3 4 ورقات بس اعرفيهم عشان هتطلعيهم بعد كده. كميه الملح اللي انت محتاجه لها، مثلا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره. المفروض يتحط عود قرفه، بس انا ما عنديش فاستبدلته بربع معلقه قرفه عاديه يعني. كم برضو واحدة قرنفل، كم واحدة برضو حبهان. والملك بقى التوابل النهاردة اللي هي توابل الكبسة دي بتخلي طعم الكبسة جميل جدا. انا حاطة حوالي معلقة كبيرة. دلوقتي بقى هندخل على البوتاجاز علشان ايه نبدأ في عمايل الكبسة. هنحط مادة دهنية ونرجع لكم يا حبايبي. هتحطوا بقى الدهون اللي انتوا عايزينها، بس كتروها شويه يعني، ما تخلوهاش قليله. وهنحط بقى معاهم البصل والثوم يتشوحوا لغايه ما ايه، ما ريحه الثوم والبصل تطلع كده، ومش عايزين نحمرهم برضه، فهنديهم تشويحه ونشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي يا حبايبي بقى بعد ما شوحنا البصل مع الثوم، هنحط التوابل كلها مع بعضها كده، والملح بقى كمان معاهم، بس هنظبط الملح في الاخر. وهنحط كمان الشطه الخضراء، او لو ما بتحبيش السبايسي بتحطي فلفل بارد يعني. وهنديلهم بقى تشويحه برده مع بعض. دلوقتي يا حبايبي بقى احنا حطينا الفراخ تتشوح بقى مع البصل والتوابل والثوم وكل حاجه. وهنحط بقى ايه، كنا باشرين طماطميه هنحطها، وهنحط كمان معلقه صلصه تعزز اللون والطعم، ونقلب بقى كله مع بعض كده. بقى يا حبايبي بعد ما ضفنا كله مع بعضه، هنحط كوبايه ميه مغليه ونسيب الفراخ تستوي كويس يعني. دلوقتي يا حبايبي الفراخ استوت خلاص، انا طلعتها بقى عشان احمرها في الفرن. وهحط بقى بدال الفراخ الرز عشان يستوي بقى. ولو دلوقتي بقى يا حبايبي انا حطيت الرز وزودته وغطيته بالميه، لان السوائل اللي فيه كانت قليله، فغطيته بالميه. وهنسيبه بقى يتشرب ونوطي عليه خالص، وبعد ما يستوي بقى نرجع لكم ونوريكم شكله ان شاء الله. دي بقى يا حبايبي الكبسه بعد ما خلصت. هي شكلها جميل وطعمها رائع، هتعجبكم جدا ان شاء الله. والفراخ خلاص، البانيه استوى وحطيناه على الوش كده. ممكن تعملي بدل البانيه فراخ بس بعضمها، بس تشيل الجلد اهم حاجه. ممكن تعمليها بلحمه، اي نوع من انواع البروتين. جربوها هتعجبكم جدا. وممكن بقى تحطي جنبها سلطه دقوس، وتعملي جنبها شويه خضار، تبقى وجبه متكامله. هتعجبكم جدا ان شاء الله. طبعا ما تنسوناش بقى يا جماعه بلايك وشير واشتراك في القناه، ونشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.